كل الجبهات بتعز مشتعلة، وإن اختلفت أسلحتها وأدواتها. شحن للقلوب والأفئدة بالسكينة والذكر، ومنافسة صوب الجنان في مسابقة قرآنية رمضانية بمنطقة الجمهوري في مدينة تعز. المعركة هنا مشتركة، فالفتيات أيضا في مقدمة الصفوف. الكل يعلم جيدا أن المدينة محاصرة من كل المنافذ سوى معبر اللجوء إلى الله بتلاوة كتابه وتدبر معانيه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. حلقات التنشئة على مائدة القرآن لبراعم المستقبل هي الأخرى في حراك مستمر وعلى قدم وساق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن منهج حياة، ولا بد من استمرار تدارسه والتقيد بأحكامه، كما يقول القائمون على تلك الأعمال الخيرية. طبعا برغم هذه الظروف التي تمر بها مدينة تعز، إلا أن مدارس تحفيظ القرآن الكريم أبت إلا أن تستمر في تعليم كتاب الله عز وجل في هذه الفترة الحرجة، لأنه لا مخرج لهذه الأمة ولا مخرج لنا من هذه الأزمة إلا أن نعود للمنبع الصافي الذي هو كتاب الله عز وجل. هي إذن مدينة تقاوم بشتى الوسائل، ولعل الفكرية أهمها، فالعدو يتربص للنيل من عاصمة ثقافية يناضل أبناؤها من أجل الحفاظ على هويتها وتميزها. قذائف الموت ورصاصات الإجرام لم تمنع أهل القرآن من إتمام مسيرتهم، فالمساجد لا زالت تصدح بالأذان، وحلقات الذكر تواصل غرس القيم والأخلاق. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.